مساء النور، مساء الخير. كنتمنى لكم تكونوا قضيتوا نهاية أسبوع موفقة. كما يعرف الجميع داخل المغرب وخارج المغرب وفي القارة الإفريقية وعبر القارات الخمس بأن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرتين كبيرتين، وحدة قارية والأخرى عالمية، بمشاركة كذلك الإسبان والبرتغال. احنا اليوم غنتكلموا على المقابلة، على التظاهرة القارية كأس إفريقيا التي أقيمت قرعتها يوم الاثنين الماضي، يعني أعتقد نهار 27 في الشهر، نهار 27 في الشهر. اليوم 3 في الشهر، يعني حوالي 6 أيام، ما كملنا 6 أيام، شي 5 أيام. ومن خلال هذيك القرعة المغرب كشف على الشعار ديال القرعة كما كتشوفوا في الصورة، على الشعار ديال القرعة، ألا وهو كأس إفريقيا. كأس إفريقيا مرصع أو منقوش بفسيفساء ديال الزليج المغربي. هنا بيت القصيد، الزليج المغربي. الكل يعلم بأن الزليج زليج مغربي، بلا هضرة بلا كلام بلا حتى شي حاجة. ناضوا الجيران قال لك لا، الزليج جزائري، وعطاو الأدلة. حنا غنرجعوا لديك الأدلة ديالهم، ولكن المغرب معروف بحال شي واحد تيجيك تيقول لك لا، انت راك ماشي مغربي، كتبغي تبين ليه ولكن ما عندك ما تبين ليه. دابا خلقات هذاك الشعار ديال داك الكاس، خلق واحد بوليميك كبيره جدا لا داعي لها، ما كانش داعي لها. لان علاش؟ المغرب، الناس المسؤولين في المغرب راه ماشي جهال او اميين او ما قارينش التاريخ او ما عندهمش درايه وعلم بهذاك الجليج اللي غادي يديروا، بانه راه غير ناقلينو على ناس ثانيين. راه ما يمكنش يغلطوا. وخير دليل راه اليونسكو التي تحفظ التراث والحضارات ديال الناس راه مدخله الزليج، كما مدخله القفطان المغربي، كما مدخله الكسكس المغربي، كما مدخل عده حاجات مغربيه بطابع مغربي. تيقول لك هذه مغربيه، هذه جزائريه، هذه مغربيه وهذه جزائريه، صافي. وحنا انا شخصيا عمرني ما سمعت المغرب طاول على شي حاجه ديال شي ناس اخرين. انا عمرني ما شفت المغرب طاول على شي حاجه ديال الناس اخرين، وحنا كشعب كنعرفوها بانها ديال دوك الناس. فهمتي؟ حنا ما نقدرش نجيو نقولوا الاهرامات مغربيه، عارفين الاهرامات مصريه، وهما راه قالوا الاهرامات مغربي جزائريه، لا قالوا شي الاهرامات قال لك جزائريه. المهم ما عليناش، ماشي انا غير دخلت شي في شي باش تعرفوني علاش باغي نهضر. شكون غادي الغريب؟ الناس ما كيبحثوش، ناس ما كيمشيوش ويبحثوا ويشوفوا واش الجليج فعلا جزائري ومنين جاهم الجليج. وحنا كمغاربه كما قلت لك حنا متاكدين بانه مغربي، راه الزليج مغربي، راه بلا هضره بلا كلام بلا حتى شي واحد ما يقول لي شي حاجه، الجليج مغربي. وغي يمشيو هما ان بتي كليك غادي يخرج لك، غادي تعرف. ما عدا الا كنتي عارفها وبغيتي غير ان عكسنا وبغينا نبلبلوها وصافي. الزليج جانا من الاندلس، ابان الحكم العربي في الاندلس، والزلي ومنين، ولكن فين تطور وفين كان تيتصنع بفاس، المدينه العلميه كيتصنع في فاس وكيتنقل وكيمشي للاندلس. وتم في الاندلس زينت به القصور
الفيلا والمنازل جاو هما قال لك لا، جليج جزائري، وعطاو وقال لك من تلمسان. اسمع، قال لك عطاو من تلمسان، وقالوا لك بانه راه ديال، وعطاو امثله بواحد القصر وبواحد المسجد. فاش تمشي تبحث وتدخل لتلمسان، تلمسان براسه اللي هي قالوا راه جاي من تلمسان، كتمشي تبحث كتلقى بان ديك تلمسان كانت يوما ما خاضعه للحكم المغربي، لحكم المرابطين، كانت خاضعه. وهذا الشيء الكلام انا كنقول، يمشي شي واحد يبحث ويكذبني، تابعه للمرابطين. والزليج دخل المغرب عبر بني نصر والموركسيين. لما طاحت الاندلس دخلوا للمغرب، ودخلوا معاهم ديك الحرفه ديالهم. هما اوريدي كانت هذيك الحرفه كانت تتصنع في المغرب، وكانت تمشي الناس سميتو، كانت تمشي للاندلس. المقر ديالها فاس، ديال الزليج فاس، وباقى ليومنا هذا. شي واحد انا عييت ما نتكلم معاه، عييت ما نشرح لهم، عييت ما نعطيهم ماشي مبررات، عييت ما نقول لهم في الحقائق. فوالا اللي كاين. ما يمكنش تناقش مع واحد، تخيل انت، ما يمكنش تناقش مع واحد تيقول لك بان القران نزل في الجزائر. تخيل، قال لك القران نزل في الجزائر وانت باغي تناقش معاه تقول لي لا الجليج ماشي جزائري. ما يمكنش تناقش مع واحد يقول لك اهل الكهف كانوا في الجزائر.